ليني وسناتشي قرروا يفتحوا الباب ويخرجوا كل الحيوانات المحبوسة. وهنا كانت المفاجأة اللي ما كانوش متوقعينها. أول ما دخلوا وسط الحيوانات لقوا مامتهم قاعدة على الأرض حزينة، بس أول ما شافتهم فرحت قوي وما بقتش مصدقة نفسها إنها شافت أولادها من تاني. وفجأة كلهم سمعوا صوت حد جاي وما بقوش عارفين يعملوا إيه. القط الصغير قال لهم يلا نستخبى بسرعة وسط الحيوانات. وفعلا دخل القط العجوز ومعاه القط ويكا. القط ويكا قال للقط العجوز أنا متأكد إني سمعت صوت هنا. القط العجوز رد عليه وقال له أنا مش شايف حد غريب، والأحسن إننا نكلم الناس اللي بياخدوا الحيوانات ويرموها بعيد، عشان ياخدوا الحيوانات دول اللي مش بيسمعوا كلامي ولا بيحترموا النظام اللي أنا عامله. الحيوانات كلها خافت واتخضت. القط ويكا اتصل فعلا بالناس اللي بيجوا ياخدوا الحيوانات ويرموها بعيد، وبعد شوية سمعنا صوت عربية جاية ونزل منها 2 رجالة ضخمين ودخلوا البيت وبدأوا يفتحوا القفص اللي فيه الحيوانات المحبوسة. الحيوانات كانوا كلهم خايفين، بس مامة ليني وسناتشي جات لها فكرة وقالت لهم تعالوا قربوا عليا. وأول ما الراجلين دخلوا القفص كل الحيوانات قعدوا يرجعوا لورا، وفجأة طلعوا يجروا بسرعة جدا جدا وخرجوا برا القفص وجريوا بعيد بعيد. الراجلين بصوا لبعض وهم مستغربين وقالوا هنعمل إيه دلوقتي؟ إحنا لازم نرجع للمدير بتاعنا ومعانا حيوانات كتير زي ما وعدناه. الراجلين قرروا إن هم يمسكوا كل القطط والكلاب اللي موجودين في البيت بدل الحيوانات اللي هربت. وفعلا دخل الراجلين البيت وبدأوا يلموا كل القطط والكلاب اللي موجودة في البيت ويحطوهم في الشبك اللي معاهم، وخرجوا بيهم عشان يحطوهم في العربية ويمشوا. وبقية الحيوانات وليني وسناتشي وطبعا معاهم مامتهم كانوا فرحانين جدا جدا عشان أخيرا خلصوا من الحيوانات الشريرة اللي بتأذي الحيوانات الضعيفة. كل الحيوانات اللي كانوا محبوسين رجعوا لأهلهم وأصحابهم وحياتهم الطبيعية. وأخيرا ليني وسناتشي ومعاهم مامتهم رجعوا لبيتهم وطردوا كل الحيوانات الشريرة اللي كانوا واخدين بيتهم. وده يعلمنا إن الغلطان لازم يتعاقب، وإن الحق لازم يرجع لأصحابه حتى لو بعد فترة.